يا اخي والله الواحد بقاله فترة تعبان يعني وبتاع، ونوعا ما مش قادر اركز يعني. اقول لك مضاد حيوي صح. يعني ايه مضاد حيوي؟ مضاد حيوي يعني يعني هيمشي معاك. لا تخيل بجد والله الانتيبيوتيك في حاجات كتيرة يعني. الواحد لازم يعمل عنها حلقة بجد يعني، لان هي مليانة بصراحة. فكرة حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن. والنهارده حلقة جديدة من علمي علمك. بس أول حاجة صلى على النبي وحد الله، وأهم حاجة برضو لو وراك أي صلاة متأخرة روح صليها وأنا مستنيك يا عم ما تقلقش. بص يا سيدي، ولنفترض إنك في يوم من الأيام صحيت من النوم ولقيت نفسك إنك بترتعش وتعبان جدا وجسمك مكسر، والفعل أنت ما كدبتش خبر ورحت للدكتور فعلا، والدكتور كتب لك على مضاد حيوي وقال إن أنت عندك عدوى. طيب هو إيه المضاد الحيوي ده وإيه هي العدوى؟ ده اللي هنعرفه. اول حاجه بس لازم نكون عارفينها هي ايه انواع العدوى. العدوى بتنقسم لقسمين رئيسيين، وهما العدوى البكتيريه والعدوى الفيروسيه. طيب ايه الفرق اصلا ما بين العدوى البكتيريه والعدوى الفيروسيه؟ عشان اقدر احدد لك وافهمك حاجه زي دي لازم في الاول نعرف ايه هو تركيب البكتيريا وايه هي تركيب الفيروس. لما تمسك كده يا سيدي خليه بكتيريا في ايدك وتشوف ايه هي بتتكون من ايه، هتلاقي اول حاجه من بره بيتكون من حاجه بيطلق عليها السيل وول او الجدار الخلوي. الجدار الخلوي ده يا سيدي بيبقى وظيفته ان هو يدي الخليه البكتيريه شكلها من بره، بالاضافه الى انه يحافظ على الوضعيات الداخليه اللي موجوده بداخل البكتيريا. والجدار الخلوي بشكل عام مكون من شيء اساسي بيطلق عليه عديد البيبتايد، اللي بدوره اصلا مكون من سلاسل بيبتايد متصله مع بعضها البعض عشان تكون لك في الاخر البيبتايد. ويعني يا صديقي بس لو انت مش عارف ايه هو عديد البيبتايد، فعديد البيبتايد ده عباره عن المكون الرئيسي اللي بيتجمع مع بعضه عشان يكون لك في الاخر شيء بيطلق عليه البروتين. ده اللي احنا كلنا عارفينه طبعا يعني. لما تيجي تدخل اكتر جوه الخليه البكتيريه بتجد شيء بيطلق عليه العضيات. العضيات دي عباره عن تصغير كلمه عضو. طبعا انا مش هذكرهم كلهم، اهم حاجات موجوده فيها هم ثلاث حاجات. الدي ان ايه دي اول واحده فيهم، وهي اللي تبقى مسؤوله عن حمل الصفات الوراثيه للخلايا البكتيريه. تاني حاجه وتالت حاجه الار ان ايه والرايبوسومات، ودول اللي مسؤولين طبعا ان هم يخلطوا لك البروتين اللي بيبقى موجود جوه الخلايا البكتيريه عشان تعرف تعيش وتنقسم. وطبعا كل ده مش طاير في الهواء، بل موجود بداخل شيء بيطلق عليه السيتوبلازم، وده عباره عن السائل اللي هم كلهم قاعدين فيه. طبعا عشان تكون موجود في الصوره فهخليك تعرف ان البكتيريا هي بتكون عباره عن كائن حي. اما الفيروس فانا ما اقدرش اعتبره ان هو كائن حي او كائن غير حي، هو يعتبر حاجه محصوره ما بين الاثنين، وده يعتبر هو اول اختلاف موجود ما بين البكتيريا والفيروس. وتاني الاختلافات الواضحه اللي موجوده ما بين البكتيريا والفيروس ان زي ما قلت لك ان البكتيريا بتحتوي على سيل وول او جدار خلوي، لكن لما تيجي تبص للفيروس فهتلاقيه بتحتوي على سيل كوت او غلاف خلوي. وتالت اختلاف واضح موجود ان انا زي ما قلت لك ان في البكتيريا بيوجد دي ان ايه وار ان ايه موجودين مع بعضهم جوه الخليه، لكن لما تيجي تروح للفيروس وتبص عليه فهتلاقي يا اما دي ان ايه يا اما ار ان ايه، لكن عمرهم ما اجتمعوا في خليه فيروسيه واحده. طيب هو انا قاعد اتكلم كده، طب هو ايه اصلا الفرق ما بين الدي ان ايه والار ان ايه؟ معلش بس تعالى نرجع بس لثالثه ثانوي وناخد التركيب بتاع الاثنين والفرق ما بينهم يعني. طيب لما تيجي تشوف بقى الدي ان ايه وتمسكه فهتلاقي ان الدي ان ايه ده عباره عن شريطين ملفوفين مع بعض بشكل حلزوني، كل شريط منهم بيتكون من النيوكليوتيدات. كل نيوكليتيد منهم بيتكون من شيء بيطلق عليه احماض امينيه، وبيكونوا ثلاثه متصلين ببعض. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ انا اللي بكلمكم حاليا. بس يعني الفكره كلها ان لو اي حد عنده علم بالموضوع ده فهو المفروض سمع عباره عن عبط تعليمي، بس انا للاسف وانا بسجل ما خدتش بالي تماما من ان انا قلته ده كلام غلط وعلميا غلط، بل بالعكس ده انتحار علمي. تمام. فاللي انا نسيت اقوله بس هي الفكره كلها ان انا لخبطت وقلت ان النيوكليوتيدات بتتكون من حاجه بيطلق عليها احماض امينيه، وهم بيتكون كل ثلاث احماض امينيه بيكونوا لك نيوكليوتيدات، وده شيء غلط تماما. بل يعني ده ما ينفعش. الفكرة كلها من إن في المرحلة بتاعة تكوين البروتينات فهو عبارة عن إن أنت في المرحلة قدام كده أنا هشرحها بالتفصيل إن شاء الله. في حاجة بيطلق عليها ال tRNA وال rRNA. فالفكرة كلها إن ال rRNA بيلم النيوكليوتيدات دي جنب بعضها البعض بحيث إن هو يكون لك ثلاث نيوكليوتيدات عشان يبعت ال tRNA يجيب حمض أميني، طبعا بعد ما يقرأ الكلام ده كله اللي موجود على حاجة اسمها mRNA، وبعد كده بيبعت يجيب الحمض الأميني
عن طريق التي ار ان اي، وبعد كده يلزقوا جنب بعض البعض. يعني الفكره كلها وانا بسجل بس ما خدتش بالي ولخبطت ما بين الموضوعين. فسوري سوري تماما على اللي انا قلته ده، وهو غلط تماما يعني. واتمنى بس ايه انه يعني ما حدش بس يعني ايه يعني يكون ساب الفيديو ومشي بس. وبس يعني ما تنسوش تعمل لايك بقى وشير وسبسكرايب، يعني الواحد بيتعب وهو بيمنتج والله العظيم بس يعني بس تبقوا سالمين بقى. الحمض الاميني ده لو انت ما تعرفوش فهو عباره عن ان مجموعه من الاحماض الامينيه بتتحد مع بعضها عشان تكون لي حاجه بيطلق عليها عديد البيبتايد اللي انا قلت لك عليه، اللي في الاخر بتكون لي البروتينات. ومعلومياتك فالاحماض الامينيه دي عباره عن 20 نوع كاملين بيتشكلوا مع بعض باشكال مختلفه بترتيبات مختلفه بروابط مختلفه عشان في الاخر ينتجوا لك انواع مختلفه كتيره جدا من البروتينات. اما بالنسبه للار ان اي عشان تعرف تميزه عن الدي ان اي، فانا قلت لك ان الدي ان اي بيتكون من شريطين ملتفين حوالين بعض بشكل حلزوني. لما تيجي تبص بقى على الار ان اي فهتلاقي ان الار ان اي عباره عن شريط واحد بس. الاثنين بقى دول الدي ان اي والار ان اي بيكونوا من شيء اساسي زي ما قلت لك اللي بيطلق عليه النيوكليوتيدات. طب انواع النيوكليوتيدات ايه؟ هم 5 انواع بس، اللي هم الثيامين، الارجينين، السيتوزين، الجوانين، واليوراسيل في الاخر. اول 4 من بدايه من الثيامين انتهاء عند الجوانين او السيتوزين دول موجودين داخل الدي ان اي. اما تاني 4 بدايه من الارجينين انتهاء باليوراسيل دول موجودين في الار ان اي. طيب العك اللي انا بقوله لك ده بقوله لك ليه؟ انا بقوله لك بس عشان تبقى بعد كده لما اجي اقول لك على طريقه تكاثر البكتيريا والفيروسات تبقى فاهم انا بقول ايه كويس. طيب هي ايه اصلا الطريقه اللي بتتكاثر بيها الاثنين دول؟ اول حاجه البكتيريا لما بتيجي تتكاثر انا قلت لك ان البكتيريا بتحتوي على دي ان اي وار ان اي، هم دول اللي كافيين بس ان هم يكونوا موجودين جوه اي خليه عشان تقدر ان هي تتكاثر وتنقسم بذاتها، يعني مش محتاجه العائل او الوسيط عشان تتكاثر من خلاله. على عكس الفيروس اللي انا قلت لك هو بيحتوي على دي ان اي او ار ان اي، يعني ما بيحتويش على الاثنين مع بعض، ولذلك هو بتبقى خليه محتاجه لهوست او العائل عشان تقدر تتكاثر من خلاله. طيب يا سيدي انا ليه شرحت لك كل الكلام اللي فات ده؟ انا بس شرحته لك عشان اقول لك ان الانتي بايوتكس او المضادات الحيويه هي عباره عن مضادات لاشياء حيه، بمعنى اصح ان هي بتكون تشتغل بس على العدوى البكتيريه، عمرها ما تشتغل على العدوى الفيروسيه، لان انا برضه سبق وقلت لك ان الفيروسات ما اقدرش احصرها في حاجه حيه او حاجه غير حيه. تعالى بقى يا سيدي نرجع للسؤال الاول اللي احنا سالناه، ايه هو المضاد الحيوي وايه هي انواع المضاد الحيوي اساسا؟ تعالى بقى يا سيدي نمسكها تاتا تاتا ونفصلها ونعرف هي بتتكون من ايه. المضاد الحيوي هي بتكون من مقطعين، مضاد وحيوي. مضاد بمعنى مثبط او قاتل، دي ساعتها بقى اللي بتكون وظيفتها ان هي تثبط او تقتل الكائن الحي اللي هي تاني كلمه حيوي. طيب هل يا ترى كل المضادات الحيويه شبه بعض؟ يعني انا لما امسك كده مضاد حيوي اقدر اخده مكان مضاد حيوي تاني؟ لا طبعا، كل مضاد حيوي مختص لقتل نوع من بكتيريا مختص بنفسه، لان زي ما قلت لك اي نعم ان البكتيريا كلها بتتكون من اشياء اساسيه، بالرغم من ذلك الا ان كل بكتيريا ليها على الحمض النووي بتاعها حاجه بتميزها وتفرقها عن البكتيريا التانيه. طيب هنبدا بقى في تقسيم المضادات الحيويه على ان هي بتشتغل على البكتيريا ازاي. اول نوع رئيسي للمضادات الحيويه هو عباره عن النوع اللي بيبقى مسؤول عن الجدار الخلوي او تدمير الجدار الخلوي بمعنى اصح. وانا زي ما سبق وقلت لك ان الجدار الخلوي هو عباره عن الحاجز او الباوندر اللي من خلاله بيتم حفظ شكل الخليه البكتيريه، تحفظ العضويات بداخلها، فاكيد اكيد بدونه مش هتقدر الخليه البكتيريه ان هي تكمل او تعيش. تاني نوع يا سيدي هو عباره عن مثبطات تخليق البروتينات او البروتين سينثيز انهبيتور، وهي عباره عن اللي بتبقى مسؤوله عن منع اصلا تكوين البروتين. واحنا طبعا عارفين ان اي خليه في اي كائن حي بتبقى محتاجه بروتين عشان تقدر تعيش وعشان تقدر تنقسم وتتكاثر. تاني نوع من المضادات الحيويه هو عباره عن الانتي فوليتس او المضادات لتكوين الحمض فوليك. حمض الفوليك ده خلي بالك ملوش علاقه بالفول يعني بس. ولمعلوماتك بس حمض الفوليك هو حمض من الاحماض المهمه في عمليه تخليق الدي ان اي، وزي ما انا قلت لك قبل كده ان الدي ان اي ده من اهم الحاجات اللي بتحمل الصفات الوراثيه. فالمضادات الحيويه دي بتبقى غرضها ان هي تهجم مباشره على الحمض الفوليك وتمنع خالص تكوينه، فبالتالي مش هيكون لك الدي ان اي، فبالتالي مش تبقى فيه بكتيريا اساسا. ورابع نوع مهم من المضادات الحيويه هو الدي ان اي سينثيز انهبيتور او مثبطات تكوين الدي ان اي، ودي بتكون عباره عن ان هي بتختص في منع تكوين او تخليق الدي ان اي او الار ان اي اللي موجود داخل الخلايا البكتيريه. طيب هي المضادات الحيويه دي اصلا بتشتغل ازاي؟ اول نوع من الانواع بتاعه المضادات الحيويه هي اللي بتمنع زي ما قلت لك تكوين الجدار الخلوي. طيب انا قلت لك ان الجدار الخلوي بيتكون من مجموعه من عديد البيبتايد بتتحد مع بعضها البعض في سلاسل، هي بقى بتمنع تكوين السلاسل دي تماما، ولذلك هي بتمنع تكوين الجدار الخلوي بشكل عام.
وتاني نوع هي اللي بتمنع زي ما قلت لك تكوين البروتين. وعشان تعرف ازاي هي بتمنع تكوين البروتين لازم تكون عارف البروتين بيتكون من ايه من الاساس. عشان اول حاجه نعرف ازاي بيتكون البروتين فلازم نعرف ان في حاجتين اساسيتين هم اللي بيدخلوا في تكوين البروتين اللي هما الدي ان ايه والار ان ايه. زي ما قلت لك ان الدي ان ايه كاول حاجه هي بتبقى الارشيف اللي بيتخزن فيه معلومات بتاعه الصفات الوراثيه بتاعه الكائن الحي. احنا عندنا بعد كده تاني حاجه الار ان ايه. الار ان ايه ده بيتكون من 3 انواع رئيسيه اللي هم الام ار ان اي، التي ار ان اي، والار ار ان اي. اول واحد فيهم الام ار ان اي وهو عباره عن الماسنجر ار ان اي. دي بتكون معناها بالعربي الار ان اي الرسول، وده اللي بيبقى مسؤول عن ان هو يكون ياخد صوره او هو يعتبر بذات نفسه صوره من احد الشريطين بتوع الدي ان اي اللي احنا عايزين نحولهم في الاخر لبروتين. طيب هيجي حد بس يجي يقول لي طب هو احنا ليه بنعمل صوره؟ ليه ما بناخدش مباشره من الدي ان اي الشريطين الرئيسيين يعني؟ هقول لك لحاجه بسيطه جدا. الشريطين الرئيسيين دول هم الاساس اللي لو حصل فيهم اي اختلاف ممكن يبوظ لي حاجات تانية كتيره قدام. عشان كده انا باخد منهم صوره بشتغل على الصوره اللي خدتها دي بحيث ان لو لا قدر الله حصل فيها اي مشكله او اي خلل فساعتها اقدر ان انا اكون صوره تانية من الاساس بتاعي. تاني نوع هو تي ار ان اي اللي هو اختصار لترانسفير ار ان اي او بمعنى اصح الار ان اي الناقل. الار ان اي الناقل ده اللي بوظيفته ان هو بيعمل على نقل الاحماض الامينيه بعد ما يقرا الكلام اللي مكتوب على النسخه اللي موجوده على الام ار ان اي. ثالث نوع وهو الار ار ان اي او الاختصار لرايبوزومال ار ان اي او الار ان اي الريبوسومات بمعنى اصح اللي انا قلت لك عليها قبل كده. ودي وظيفتها بس ان هي عباره عن حلقه الوصل اللي بتربط لي الاحماض الامينيه ببعضها عشان في الاخر تكون لي البروتين. وكمراجعه سريعه يا سيدي على اللي انا قلته لك بس عشان ما تتوهش مني ان انا قلت لك ان في 3 انواع رئيسيه ام ار ان اي، ار ار ان اي، وتي ار ان اي. انا قلت لك وظيفه كل واحده فيهم. طب ايه هي بقى بشكل عام عشان انا حاسك تهت وما فهمتش هي الحاجات دي بتشتغل ازاي؟ بص يا سيدي، اول حاجه انا قلت لك ان الام ار ان اي دي بتبقى عباره عن صوره بتتاخد من احد الشريطين بتوع الدي ان اي زي ما انا قلت لك، تفضل عايمه كده في السيتوبلازم لا بيها ولا عليها ماشيه كده في امان الله. فزي ما انا قلت لك بتفضل كده عايمه في السيتوبلازم لا بيها ولا عليها. تيجي الار ان اي والمعلوماتك ان الار ان اي بتتكون من وحدتين كده بيقفلوا على بعض زي الدباسه. الار ان اي تيجي تمسك فيها كده عشان تثبتها مكانها وما تتوهش منها تاني. تجيب التي ار ان اي تقول لها اقري الكلام اللي موجود عليها عشان تنادي على الاحماض الامينيه وتجيبها لي تاني عشان عايزه الزقهم على بعض. تنسخ الكلام ده كله تجيب الاحماض الامينيه. يجي بعد كده شغلانه الار ان اي او رايبوزومال ار ان اي او رايبوسومات زي ما انا قلت لك اللي بدورها بتعمل روابط ما بين الاحماض الامينيه. وانا قلت لك برضو ان الاحماض الامينيه دي هي المكون الرئيسي للبروتينات. طيب انا عكيت العك ده كله ليه؟ عكيته بس عشان اقول لك ان النوع الثاني من المضادات الحيويه اللي انا ذكرته لك هو بيمنع اصلا تكوين البروتينات. طب بيمنعها ازاي؟ فاكر لما قلت لك ان الار ان اي بيتكون من وحدتين بيطبقوا على بعض كده زي الدباسه؟ او المضاد الحيوي ده بقى بيمنع ان هم يطبقوا على بعض، يعني هم جايين كده يمسكوا في الام ار ان اي فيروح المضاد الحيوي يا اما ماسك في اللي فوق يا اما ماسك في اللي تحت يا اما ماسك فيهم هم الاثنين، فبالتالي بيمنع ان هم يلزقوا في الام ار ان اي. اما بقى بالنسبه للنوع الثالث والرابع فهم يعتبروا تبع بعض، هو الاختلاف بس في الميكانيزم بتاع الشغل بتاعهم او طريقه الشغل اللي بيشتغلوا بيها. معنى صح ان الاولاني اللي هو النوع الثالث اللي هو بيمنع تكوين حمض الفوليك، انا قلت لك ان حمض الفوليك قبل كده بيدخل بشكل اساسي في تصنيع الدي ان اي، فهو بقى بيجي المضاد الحيوي ده ويشتغل مباشره على الانزيمات اللي بتصنع حمض الفوليك اللي بيدخل في تصنيع الدي ان اي. اما النوع الرابع هو بيدخل مباشره على الانزيمات اللي بتصنع الدي ان اي نفسها. عارف ان في سؤال كده في دماغك قاعد يلف، هو ليه المضادات الحيويه دي بتشتغل على الخلايا البكتيريه وما بتشتغلش على الخلايا بتاعه البني ادمين بالرغم ان هما الاثنين فيهم نفس الحاجات يعتبر؟ نقطه جديده بس في الاول، خلي بالك ان الكلام اللي انا بقوله ده بينطبق تقريبا على الخلايا الفيروسيه والخلايا البشريه برضو، يعني هو الاكسبشن الوحيد هنا هي الخلايا البكتيريه اللي بتتاثر. يعني اول نوع عندك هو النوع اللي بيأثر على الجدار الخلوي للخلايا البكتيريه. لما تيجي تبص للخلايا البشريه فهي ما فيهاش جدار خلوي اساسا، وبرضه لما تيجي تبص للخلايا الفيروسيه فانت هتلاقي غلاف خلوي مش جدار، فلذلك هي ما بتأثرش على حاجة في الخلايا البشرية أو الخلايا الفيروسية. تاني نوع من المضادات الحيوية اللي أنا قلت لك عليها هي المضادات الحيوية المسؤولة عن تظبيط تخليق البروتينات، وده عن طريق إن هي بتمنع تماسك الريبوسومات مع الام ار ان اي زي ما انا حكيت لك. لما تيجي تبص بقى على الريبوسومات اللي موجوده في الخلايا البكتيريه فهتجدها مختلفه في التركيب عن اللي موجوده في الخلايا البشريه، واصلا لما تيجي برضه تبص على الخلايا الفيروسيه فانت مش هتلاقي ريبوسومات اصلا. وتالت نوع من المضادات الحيويه اللي انا حكيت لك عنه اللي هو الانتي فوليتس او اللي بتمنع تخليق حمض الفوليك اللي موجود في الخلايا البكتيريه. لما تيجي تبص بقى لخليه جسم الانسان فانت هتلاقي ان الانسان نفسه ما بيصنعش حمض الفوليك، ده بياخده عن طريق الغذاء بيجي من بره. اما طبعا مش عايز اقول لك ان في الخلايا الفيروسيه وما فيهاش اصلا، يعني صباح الفل.
ولما نيجي نبص للنوع الرابع المضادات الحيويه، فهو ده النوع اللي بيبقى مسؤول عن تظبيط تخليق الدي ان ايه عن طريق ان هي بتاثر على الانزيمات اللي بتخلق بيها الدي ان ايه. فلما تيجي تبص بتلاقي سببين رئيسيين موجودين هما اللي بيبقوا مختلفين عن البكتيريا عن خليه جسم الانسان. اول سبب وهو الانزيمات اصلا اللي بيتم افرازها لتخليق الدي ان ايه في البكتيريا بتكون مختلفه تماما عن الانزيمات اللي بتكون موجوده في جسم الانسان. وتاني سبب ان لما تيجي تبص على الدي ان ايه بتاع جسم الانسان فبتلاقيه داخل جوه نواه، النواه دي صغيره جدا، فنوعا ما بيبقى صعب جدا على اي حاجه ان هي تدخل داخل النواه، فبالتالي مش هيأثر خالص على الدي ان ايه بتاع البني ادمين. وبس يا سيدي، دي كانت نبذه سريعه عن الانتيبيوتكس، ايه انواعها، بتشتغل ازاي، وايه انواع العدوى، وايه التركيبات بتاعت الكلام ده كله. دي كانت نبذه سريعه خالص عن الكلام اللي المفروض كان يتقال. ان شاء الله لينا حلقات جايه كتيره جدا بنتكلم فيها عن المواد الفعاله الرئيسيه اللي بتتعمل للانتيبيوتكس. بس يا سيدي، دي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب للقناه، وفعل زر الجرس. كمان لو عندك اي حاجه نفسك ان احنا نتكلم عنها قدام اكتبها لنا في الكومنتس، ما تكسلش. وبس يا سيدي، السلام عليكم.